شهاب من الجمعية خد سنتين في الإصلاحية، خلاص القضاء المصري قال كلمته انتهت، مش عايزين كلام كتير. شهاب هياخد سنتين في دار من دور الإصلاح والتربية اللي احنا بنسميها الإصلاحية. طيب شهاب غلط، شهاب غلط، القضاء المصري قال كلمته، القضاء المصري قال كلمته، الموضوع خلص، الموضوع خلص. مش عايزين بقى ان احنا نفتح مجال كتير. ابوه واخواته ربنا يكون في عونهم، خلاص عايزين نستفيد حاجه. ايه اللي احنا نستفيده من الموضوع؟ هنستفيده اول حاجه انك لما حد كبير يكلمك تحاول انك تكون بتتكلم باحترام، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه اللي عايزين نستفيدها ان ابوه قال مع ريهام سعيد ان هو ووالدته منفصلين من حوالي 8 سنين والولد قاعد معاه بقاله 5 سنين. اذا من ضمن الحاجات اللي بتبوظ الاولاد ان الاب والام مش موجودين. عارف يعني ايه اب وام مش موجودين في بيت؟ بتبقى صعبه على اي طفل، بتبقى صعبه على اي نشأة. لو انت بتتجوز او انت بتتجوزي وانتوا بتختاروا شريك حياتكم، اختاروا الشريك اللي يكمل معاك المشوار، اللي يستحملك، مش علشان فلوسك ولا علشان جاهك ولا علشان موقفك، لا. تستحمل اللي يكمل معاك علشان عشرتك وعلشان هيبقى في اولاد ما بينهم. يا ريت نركز في حاجه زي كده ونخلي بالنا من اللي جاي. شهاب غلط وبياخد عقابه، ابوه غلط وبياخد عقابه ان ابنه بعيد عنه، امه غلطت وبتاخد عقابها ان ابنها بعيد عنه. يا ريت نخلي بالنا ان الاسره هي بدايه التربيه. وان شاء الله هنكمل مجموعه الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده عن الصحاب، هنخلصها وهنتكلم في حاجه تانية عن الاسره، وهكمل معاكم مجموعه حلقات برغم التعليقات السلبيه اللي بتجيلي، برغم التعليقات المحبطه اللي بتجيلي، بس برضه ان شاء الله هكمل معاكم. سلام عليكم.